لو انتم من عشاق الشوكولاتة زيي اوعدكم هتحبوا الوصفة دي جدا. حاجة كده ما بين براونيز ما بين كوكيز، بس هي اللي اقدر اطلق عليها اكتر براونيز بسكويت. عشان نعمل وصفة النهاردة محتاجة 50 جرام من الدقيق المنخول، طبعا 100 جرام من الشوكولاتة الخام الدارك، محتاجة كمان 65 جرام من السكر البودرة، 5 جرام من الكاكاو الخام، 30 جرام من الزبدة غير مملحة، وبيضة واحدة، وفانيليا، ونص معلقة من البيكنج صودا، ورشة ملح. دي مقادير هتعملي 5 وحدات من البراونيز او من البسكويت. اولا جبت 100 جرام من الشوكولاتة الدارك، قطعتهم عشان هبدأ احطهم في بولة واحط عليهم الزبدة واحطها في حمام بخار على النار او احطها في الميكرويف تسيح. جبت بولة حطيت فيها البيضة وكمية السكر ورشة الملح والفانيليا طبعا، وهبدأ اضرب الكلام ده كويس جدا، يا بالمضرب اليدوي او بمعلقة حتى او بالمضرب الكهربي. المهم انا عاوزة حجمها يزيد واللون بتاعي يبيض ويبقى كريمي كده. بعد ما ضربت البيض مع السكر كويس هبدأ اضيف الشوكولاتة اللي انا سيحتها على النار مع الزبدة. هضيف بقى الشوكولاتة على خليط البيض والسكر، وهبدأ اقلبه كويس قبل ما اضيف المكونات الجافة. كده بطلع كل مقدار الشوكولاتة بتاعي، لان المقدار ده عايز كمية مظبوطة جدا عشان تدوقي البراونيز بتاعنا يكون فاضي كده وجميل، ويكون طري من جوه ومقرمش من بره. فانا محتاجة كل معلقة من الخليط تكون موجودة طبعا، لان في الحلويات محتاجين نعرف الكمية بالظبط بالجرامات. جبت معايا كده كمية الدقيق وكمية الكاكاو والبيكنج صودا، وهبدأ انخلهم كويس وانزلهم على الخليط. طبعا الكاكاو لازم يتنخل لانه بيبقى عامل شوية كور كده، وابدأ اقلبهم بالمضرب اليدوي. خلاص بقى مش محتاجة المضرب الكهربي، مجرد بس تقليبتين كده لغاية ما كمية المواد الجافة تختفي تماما. خلاص مش هقلب تاني، بس كده. الفكرة بقى هنا ايه؟ مش هخبزه على طول، لا انا هاخده كده اغطيه بكيس بلاستيك واحطه في التلاجة يهدى معايا شوية عشان اعرف اشكله. سبته ساعة تقريبا في التلاجة وطلع بالمنظر ده. طبعا القوام مختلف تماما، بمجرد حرارة المطبخ هو هيسيح، بس انا هبدأ اشكله قبل ما يسيح معايا علشان يعمل الشكل اللي انا عاوزاه اللي شفتوه في اول الفيديو. هبدأ بقى استخدم البولة بتاعة الايس كريم او معلقة الايس كريم، وهبدأ اشكل بيها عشان اخد وحدات متساوية. باخد كده مقدار وبسويه كده بالسباتولا زي ما انتم شايفين عشان ياخد كمية مظبوطة كده ومقدار متساوي في كل واحدة، وابدأ انزلها على ورق زبدة في صينية الخبز. هعمل الكمية كلها، عملت معايا 4 وحدات كبار معمولة بمعلقة الايس كريم، واخر شوية كانوا صغيرين عملتهم بايدي كده كورتهم. تقدري تشكليها بايدك. هندخلها في الفرن على حرارة 180، مش هتاخد معايا بالظبط ربع ساعة. طبعا الصغيرة انا طلعتها بدري شوية وكلتها كمان، طعمها كانت تحفة، لان انا لو استنيت عليها كانت هتتحرق، لان الصغيرة اخدت سوا قبل الكبار. شايفين بقى الجمال؟ وانا بطلعها كده من الفرن هي طرية معايا. طبعا لما بتبرد خالص بتنشف الطبقة اللي من بره تماما، وتيجي بقى تكسريها زي ما انتوا شايفين كده. هاجي بقى اكسرها معاكم. شايفين بقى المنظر؟ دي بقى هدية لعشاق الشوكولاتة. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير وفولو، ولو انتم على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك للفيديو بتاعي، واشتركوا معايا في القناة عشان تتابعوا كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.